القهوة من المشروبات اللي اتعودنا عليها أيام المذاكرة، بس يا ترى القهوة مفيدة لتقوية الذاكرة والتركيز؟ خليكم معايا لآخر الحلقة. تعتبر القهوة مهمة في تقوية الذاكرة والتركيز عشان القهوة من أغنى المصادر الطبيعية بالكافيين المسؤول عن زيادة نشاط المخ ومستويات الطاقة في الجسم، وبكده القهوة بتكون مفيدة في تقوية الذاكرة والتركيز وتحسين وظائف المخ والمهارات المعرفية، وتساعد في التقليل من الإصابة بالزهايمر. ومن فوائد القهوة إنها بتحمي من الإصابة بالأمراض عشان فيها كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، وتعتبر القهوة مفيدة في زيادة النشاط في الجسم وتحسين اللياقة البدنية عشان الكافيين اللي موجود في القهوة. ومن فوائد القهوة تقوية عضلة القلب والحماية من أمراض شرايين القلب عشان القهوة مليانة فيتامينات ومضادات أكسدة، وتعتبر القهوة بتساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر وأعراض الاكتئاب اللي بتكون أيام المراجعة والامتحانات. ومن فوائد الكافيين الموجود في القهوة هو تقليل الوزن عشان الكافيين بيزود من عملية التوليد الحراري، ودي الطريقة اللي بيحرق بيها الجسم الدهون بشكل طبيعي. ويعتبر الكافيين بيوسع الأوعية الدموية فيساعد على الوقاية من الصداع، وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد القهوة، وأهمها إنها بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات. وأنصحكم بشرب كمية مناسبة من القهوة في اليوم، وهي فنجان صغير وبحد أقصى 3 في اليوم، عشان شرب القهوة كتير بيكون ليه آثار جانبية زي جفاف الجسم. وأنصحكم مع كل فنجان قهوة نشرب لترين مية. وكمان زيادة نسبة الكافيين في الدم بيأثر على صحة القلب والأوعية الدموية ويأثر على الجهاز العصبي. ومن الآثار الجانبية لشرب القهوة كتير زيادة ضربات القلب والشعور بالقلق والعصبية وصعوبة في النوم وارتفاع ضغط الدم وصداع وقرحة في المعدة وتقليل امتصاص الكالسيوم في الجسم والإصابة بهشاشة العظام وبطء التئام الجروح وتقليل قدرة الجلد على إنتاج الكولاجين ونقص فيتامين د. ويلا نعرف مع بعض نصايح مهمة قبل شرب القهوة. الابتعاد عن شرب القهوة الجاهزة عشان بتكون مليانة سكر. نسيب ساعة بين شرب القهوة وبين أكل أي حاجة يكون فيها كالسيوم وحديد. بلاش نضيف لبن كامل الدسم أو سكر مع القهوة عشان ده بيضيف دهون وسكريات للدم فيأثر على عمل المخ والجسم. طحن حبوب القهوة قبل تجهيز فنجان القهوة وبعد كده نحطها في المصفى عشان نطحن حبوب القهوة الخشنة. بلاش شرب القهوة بعد الأكل عشان بتقلل من قدرة الجسم على امتصاص فيتامين سي. بلاش شرب القهوة قبل ميعاد النوم بفترة كافية وهي 6 ل 8 ساعات عشان نساعد الجسم على النوم. وهقول لكم معلومة سريعة عن فوائد ريحة القهوة. استنشاق ريحة القهوة بيساعد على تحسين الذاكرة والتركيز على الرغم من وجود مادة الكافيين، فبيكون ليه تأثير شبه شرب القهوة، وبكده بتكون ريحة القهوة بتساعد على تحسين مهارات المخ ودعم القدرات المعرفية وتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. وعلى فكرة بيظهر تأثير الكافيين بعد شرب القهوة بربع ساعة لحد 45 دقيقة، وبيفضل مفعول الكافيين في الجسم من 3 ساعات لحد 5 ساعات، والجسم بيحتاج 10 ساعات عشان يتخلص من تأثير الكافيين. وممكن نتخلص من تأثير الكافيين بشرب كميات كبيرة من المية عشان يساعد على ترطيب الجسم، وخصوصا ان المية بتساعد على تقليل التوتر اللي بيحصل نتيجة تأثير الكافيين. وعلى فكرة ممكن الأكل يبطئ من امتصاص الكافيين وخروجه لمجرى الدم، وتقليل تأثير الكافيين بيكون بالاهتمام بالأطعمة المليانة ألياف زي الحبوب الكاملة والفاصوليا والعدس والخضروات النشوية والمكسرات والبذور. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد القهوة وأهميتها في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات بإذن الله. وأنصحكم بالاهتمام بالتغذية وأكل الخضروات والفاكهة وشرب العصاير الفريش والأعشاب عشان يساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع أصحابكم عشان يستفادوا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله.